الأكلة دي أنا واثقة إنها هتكون المفضلة عندكم بنسبة كبيرة جدًا، يعني لو عندكم قطعة واحدة بس من صدور الفراخ، هنعمل وصفة أو أكلة سهلة وبسيطة بس طعمها يجنن، وطريقة تحضيرها كمان سهلة وبسيطة وسريعة، ومفيدة ومغذية، والأطفال كمان هيحبوها جدًا، وشكلها شيك ومميز زي ما أنتم شايفين كده، يعني تقدروا تعتمدوها في العزومات ضيوفكم هيحبوها جدًا. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير لأن اللايك مهم جدًا علشان يبان لأكبر عدد من الناس. ويلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. أول حاجة هنحضرها مع بعض هي الحشوة. طاسة كده وهحط فيها معلقتين كبار من الزيت، وأول ما يسخن هضيف بصلاية كبيرة تكون متقطعة حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، تقليبتين كده على النار لمجرد بس إن البصل يدبل معايا. بعد كده هضيف معلقة صغيرة من التوم المفروم ناعم. هضيف كمان جزراية واحدة كبيرة قشرتها وبشرتها. هحط كده الجزر الأول لأن الجزر هياخد وقت شوية في التسوية. هقلب كويس جدا على النار، بس أنا حسيت كده إن هي محتاجة معلقة كبيرة من الزيت، فهضيف كده معلقة كبيرة من الزيت. وبعد كده معايا قطعة واحدة بس من صدور الفراخ، غسلها كويس جدا بالمية والخل وقطعتها حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. هحطها كده على طول ومش هقلب فيها كتير. أول كده ما تاخد لون من تحت هقلبها كده على الجنب التاني، وابتدي كده بقى أقلب الحشوة كويس جدا لحد ما الفراخ تستوي معايا وكلها تاخد لون واحد. دلوقتي بقى هتبل بمعلقة صغيرة من الملح، الفلفل الأسود، التوم والبصل باودر، بهارات الفراخ البابريكا والزعتر والكزبرة. الفراخ من اللحوم اللي بتحب البهارات جدا، فأي بهارات انتوا بتحبوها تقدروا تحطوها في المرحلة دي. بعد كده هضيف نص معلقة صغيرة من الجنزبيل الفريش المبشور، اللي مش بيحبه يقدر يشيله، بس الجنزبيل هيدي طعم وريحة حلوة جدا. ولو مش متوفر الفريش يبقى معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر الجاف. هقلب بقى كويس جدا كده على النار. وبعد كده هضيف فلفل رومي مقطعاه حتت صغيره، انا استخدمت الاخضر والاصفر، ولو عندكم الاحمر مفيش اي مشكله برضو تحطوه، هيدي شكل وطعم حلو جدا. هقلب بقى كويس جدا يا دوبك دقيقتين مش اكتر من كده، انا مش عاوزه الفلفل يتهرى معايا، فدقيقتين وكده خلاص الحشوه بقت جاهزه. بالنسبه بقى لصوص البشاميل، معلقتين كبار من السمنه، واول ما تدوب وتسخن جدا هضيف معلقتين كبار من الدقيق. شوفوا بقى صوت التش دوت كده خلاص الدقيق هيستوي معانا كويس جدا جدا. ومن أول مرة كده على النار هتحسوا كده إن خلاص صوص البشاميل هيطلع معاكم كريمي بدون أي تكتلات ومن غير ما يخرز منكم، لأن كمية الدهون قد كمية الدقيق بالظبط. أقلب كويس قوي على النار، وبعد كده بقى هبهر بمعلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود مع رشة بسيطة من جوز الطيب، اللي مش بيحبها يشيلها، مفيش أي مشكلة خالص. هقلب برضو تقليبة بسيطة كده على النار، وبعد كده هضيف كوبايتين كبار من الحليب كامل الدسم، والحليب لازم يكون بارد ما يكونش سخن، علشان كده صوص البشاميل يستوي براحته على النار. لازم بقى نستمر كده في التقليب علشان صوص البشاميل ما يعملش اي تكتلات معانا، ولازم القوام بتاعه يكون متوسط ما يكونش تقيل خالص، لان صوص البشاميل بعد ما يبرد بيتقل، ولسه طبعا هندخل صينيه الفرن فهيتقل اكتر. نعمل كده خط في ظهر المعلقه، ما دام ما وصلش لبعضه تاني يبقى كده الصوص القوام بتاعه مظبوط جدا. بالنسبة بقى للبطاطس، أنا هستخدم 7 حبات من البطاطس حجم متوسط كده زي ما انتوا شايفين. قشرتها وغسلتها، وبعد كده هاخدها أقطعها لمكعبات. المكعبات تكون صغيرة ما تكونش كبيرة علشان ما تاخدش وقت معايا أثناء السلق. ونحاول كده على قد ما نقدر برضو إن المكعبات كلها تكون قد بعضها عشان ما يكونش فيه واحدة ناشفة وواحدة طرية. حلة وفيها كمية من المية المغلية هحط فيها معلقة كبيرة من الملح، وأسيب بقى كده البطاطس لحد ما تستوي معايا تماما. أول ما تستوي معايا كده أختبرها كده بالسكينة، مادام اتقطعت معايا بمنتهى السهولة يبقى كده خلاص البطاطس معايا استوت. لازم بقى نصفيها كويس جدا جدا من المية، ما يكونش فيها أي مية خالص. وهي سخنة نار هضيف معلقتين كبار من الزبدة، وابتدي كده بقى بهرست البطاطس أو بالشوكة زي ما انتوا عاوزين. أهرس البطاطس، أهم حاجة تكون ناعمة جدا جدا، ما يكونش فيها أي حتت ناشفة خالص. شوفوا بقى البطاطس بقت ناعمة معايا ازاي، كده مظبوط قوي. هتبل بقى البطاطس بمعلقة صغيرة من التوم والبصل باودر، معلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعلقة صغيرة من الملح. أي بهارات تانية انتوا بتحبوها تقدروا تحطوها. وقلب بقى كويس قوي علشان البهارات تتوزع كويس جدا مع البطاطس. وآخر حاجة هضيفها هي شوية من البقدونس المفروم ناعم. أخدت الأوراق بس من غير العيدان، وطبعا كان مغسول كويس جدا. البقدونس كمان هيدي شكل حلو وطعم كمان حلو جدا. كده خلاص البطاطس معانا بقت جاهزة. أنا هستخدم صينية صغيرة وأحط فيها كده معلقة صغيرة من السمنة، وأدهن كده الصينية كويس جدا بالسمنة من الجوانب ومن الأرضية، ومعايا شوية بسيطة جدا من البقسماط المطحون. هوزع كده في أرضية الصينية، هيدي كده قرمشة من تحت حلوة جدا. وبعد كده اخد البطاطس أوزعها بنفس الشكل ده.
هنضغط عليها كده ونسويها بالمعلقة. البطاطس طرية جدا وناعمة معاكم، فمش هتغلبكم في الفرد خالص. أنا استخدمت كمان إيدي في المرحلة دي علشان أساوي البطاطس كويس جدا، والطبقة ديت كلها تكون سوا واحد. أرجع أضيف عليها بقى الحشوة اللي احنا جهزناها، وأوزع بقى الحشوة كويس جدا. شوفوا بقى شكل الحشوة جميل ازاي، وريحتها كانت في منتهى الجمال. كده الطبقة التانية بقت جاهزة. ناخد بقى باقي كمية البطاطس ونعمل منها كده كور زي ما انتوا شايفين كده، ونحاول كده على قد ما نقدر إن هي كلها تكون قد بعضها. نستمر بقى كده لحد ما نخلص الكمية كلها. نجيب بقى دلوقتي صوص البشاميل. صوص البشاميل بعد ما برد معايا بقى تقيل شوية، فخففته بربع كوباية بس من الحليب أو ربع كوباية بس من المية، ونقلب كويس جدا. لازم صوص البشاميل نوصل معاه للقوام اللي انتوا شايفينه دوت. ناخد بقى صوص البشاميل ونوزعه كويس جدا كده على صينية من فوق، ونوزع كمان على كرات البطاطس. احنا عامة هنحط كل كمية صوص البشاميل، ومش هنوزع جبنة موتزاريلا ولا أي حاجة. هناخد كده شوية من البقسماط ونوزع كده على كرات البطاطس، هيديها شكل حلو وقرمشة حلوة جدا. كده خلاص الصينية بقت جاهزة. تدخل الفرن درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط، وهتقعد بالظبط من 25 ل 30 دقيقة بالكتير. كل حاجة فيها مستوية، وبعد كده نشغل الشواية وهتطلع معاكم بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. أنا زينت الصينية بتاعتي بشوية كده من البقدونس. بصوا بقى شكلها يجنن ازاي، حلو جدا جدا. نجهز بقى الطبق بتاعنا. مش هينفع أبدا نقطع البطاطس وهي سخنة نار، لازم نسيبها كده لحد ما تبرد شوية عشان تطلع معانا كده قطعة متماسكة. بس عامة أنا يعني ما صبرتش عليها كتير، كانت دافية معايا شوية، بس لو هتستنوا عليها أكتر هتطلع معاكم متماسكة وحلوة جدا. بس بصراحة طعمها وهي كده طرية، وصوص البشاميل جوسي بيكون حلو جدا. بصوا بقى جميلة ازاي، تجنن. طعم وريحة وسهلة وبسيطة وكل حاجة فيها حلوة جدا. لازم تجربوها. وبس كده وصفة النهاردة خلصت. أتمنى أن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكم. بألف هنا وشفا، وباي باي.